هو ليه اسمها بصمة العين؟ لان مفيش اتنين البصمه بتاعتهم زي بعض. نفس الكلام العين، وهي بصمه للقزحيه والاوعيه الدمويه اللي حوالين القرنيه. فكره ان احنا بنعمل الليزك ببصمه العين بمعنى ان المريض لما بنيجي نصوره قبل عمليه الليزك بناخد شكل عينه بدقه تماما، كل نقطه على القرنيه وحوالين العين بتكون موجوده. ثم لما المريض بينام تحت الجهاز نفس الماتيريال دي بتوصل من السكاوت بتاع التصوير الى الجهاز اللي بيعالج، عشان كل نقطة من الليزر تنزل في نقطة محددة على قرنية وما تتغيرش. تطور أجهزة الليزر في الأجيال المختلفة بتاعتها ما هي إلا إن هي بتحسن استخدام الليزر مع بصمة العين، وتحسن التراكنج سيستم بتاعه، يعني إزاي إن الليزر يفضل يمشي مع حركة العين اللي هي ممكن تتحرك بالشكل ده أو كده أو لفوق ولتحت. 7T تراكرز موجودة دلوقتي في أحدث أجهزة الليزك علشان كل نقطة من الليزر تنزل في المكان المظبوط، وهي دي الليزك ببصمة العين.